خلينا ناخد البيت من اوله، من اول المدخل بتاعه. هتلاقي الهول السقف بتاعه خشبي. انا هقول لكم مفاجأة في الاخر خالص، يعني في الاخر انا هقول لكم مفاجأة. المفاجأة دي بالنسبة لي كان لازم اتوقعها باي حال من الاحوال. ده المدخل. ده هنا السلم اللي احنا طلعنا فوق فيه في المعرض، وهوريكم لما نطلع المعرض. البيت من القرن ال17، بيت يكن، كان بيت خاص ورث من القرن ال17. هو على حاله، لكن طبعا تم الاهتمام بيه. ده المعرض اللي معمول، اسمه معرض الأكل البلدي. معرض نشاط زي بقية الأنشطة اللي ممكن تكون بتتم على فترات في بعض الجمعيات. البيت عالي، واضح ان هو يعني تقريبا 12، تقريبا داخل في 20 متر او يتجاوز ال20 متر ارتفاعه. الحجارة بتاعته مبني طبعا بالحجارة. طيب ده البيت. خلينا نشوف المعرض وبعدين نبقى ناخد البيت من جوه. المعرض اول حاجة هنا معرض لشركة بتعمل الاكلات الشرقية. هي شركة خاصة. الاونر الاستاذ اللي واقف هو الاونر. ادانا طبعا الكارت بتاعه. والنشاط بتاعهم بادئ من 5 سنين. الجميل جدا ان الشركات والناس الطموحين ان هم يشاركوا في الايفنتات دي، لان بتعرفهم على ذوق المجتمع ذات نفسه. ده الاكل اللي هو الاولاني، ده الشرقي. بعد كده الاكلات اللي في المنطقة الشعبية اللي في المنطقة، واصحابها او القايمين فيها فعلا ناس من المنطقة، اللي هم السيدتين اللي واقفين قدامنا، ربنا يوفقهم ويسعدهم. عبارة عن المخللات والمحاشي والاكلات البيتية البسيطة يعني بتاعتنا. بعد كده في قاعة، مش هندخل على القاعات ولا نشوفها دلوقتي خالص. هنا في الاكل الفلاحي، الفطير، الرز المعمر، الجبنة القريش، الجبنة القديمة والمش. ده الجزء الثاني من الأكلات. الجزء الثالث برضك الأكلات الريفية وإحياء التراث من خلال جمعية أو مؤسسة نوايا. هتلاقوا العيش اللي معمول من الحبة الكاملة، العيش اللي معمول من الحبة البلدي، جبنة قريش برضك، بعض المجففات اللي هي الأكل المجفف. نو الأكل المجفف يعني دي ملوخية صح؟ ملوخية. صح، أيوة. تمر. وده بن بنوى البلح. ده إيه؟ بن اللي هو بنوى البلح. بن نوى البلح خالي من الكافيين. أيوة. ده عيش بس معجون بالزبدة والقشطة. الزبدة والقشطة. جبنة قريش. جبنة بخيرها. زبدة بلدي. زبدة؟ دي زبدة مربة كركديه متحلية بالتمر بدل السكر. لا معلش بالراحة، الله يكرمك. دي مربة كركديه بس بدل السكر متحلية ببلح. شعرية بلدي. في عندنا جبنة بخيرها كاملة الدسم. جبنة قريش فيها 20% دسم بس. 20% دسم. الجبنة دي ايه؟ كاملة الدسم. كاملة الدسم. جبنة قديمة بقالها سنة. بيت بلدي. طبعا في اقدم من كده يعني، عشان كده هي بتقول لي هي بتقول لي السنة وسنتين، لان في اقدم من كده. مخروطة هي شبه النودلز شوية. ايوه بس دي صحية. طبعا السنة. عيش بط، وهو اسمه كده عشان عيش بط مش بيتعمل على المطرحة. ايوه. في عندنا فيطلع بقى مفقع زي ما يكون، يعني زي ما احنا بنقول اللي عليه. قمح كامل. ايوه. فايش، كشك، بتاو. ده خالي من انا عايز اقول لك ده بقى ده مشكله. ده الخروب. بأطعمة طبيعية زي الخروب، البابريكا، الزعتر، السمسم. ده البتاو اللي ما يعرفش البتاو اللي هو عامل زي الرقاق بتاع اللي بيسموه ايه، اللي بيتباع في الرقاق. الكريب. مش الكريب. الكريب بيبقى طري. في اللي هو في المنتجات اللي زي الشيبسي والحاجات. دوريتوس. ايوه. ده فعلا بديل الدوريتوس. حاجة صحية
طبيعيه الدوريتوس باطعمه طبيعيه. خروب وكمان خروب. ده ممكن يستخدم كراكلز. شفت الكورن فليكس والحاجات دي ايوه كويس ايوه برضه، ايوه ممكن يتضاف عليها باللبن حلو اصلا. ما شاء الله. وده المكان بتاعكم احنا هننزله اسمنا طبعا. نوايا. اه احنا مبادرة بتقدم أكل تراثي ريفي صحي. بتضم مشروعين ده تحت بتاع البرنامج ده نوايا العيش بيت بالكامل. الكرم وبلديني، بيقدموا منتجات ريفية. احنا مبادرة بيبقى عندنا منيوهات موسمية، بنعمل جولات تسييح في الطعام. الناس بتيجي بتعمل جولة في الأراضي الزراعية، بيبقى بس عندنا البتوع موسم بيبقى حصاد أخف. وزراعة. بالإضافة إن احنا عندنا منيوهات مختلفة، فطار وغدا كلها موسمية. المنيوهات كلها بتعتمد على الأكل التراثي الريفي الصحي. كمان احنا بنعمل دروس طبخ وأنشطة مختلفة للأطفال والكبار، زي العيش البلدي، رقاق الطري الشعرية البلدي، جبنة البخيرة. في المقر بتاعكم في المكان بتاعنا بالظبط. احنا موجودين في قرية أبو سير، طريق سقارة السياحي. ما شاء الله عليكم. لكن بتعتمدوا اساسا في التسويق على الايفنتات اللي أيوة، مش في كده؟ الإيفنتات وفي المكان بتاعنا على الجولات. ما شاء الله عليكم. بالتوفيق يا رب ان شاء الله. الله يخليك لنا. نشاط بقى الخبز بأي دقيق. بتستخدموا اي نوع دقيق ولا اللي هو دقيق الابيض بس؟ دقيق الابيض بس. ازيك يا حاجه عامله ايه؟ دقيق ابيض بس ولا اي نوع دقيق؟ اي نوع دقيق. على حسب الطلب. طبعا. مظبوط. في دقيق زيرو. زيرو. الزيرو الابيض. القمح الحبه الكامله، وبتعملي بالذره وبتعملي بالشعير. ان شاء الله عليكم. برضه تبع كارتينج برضك نفس كاترينج نفس اللي هو الخبز. هنا المنتجات النوبية بقى دي مؤسسة اسمها وايكندي. وايكندي معناها إحياء التراث النوبي. إحياء التراث النوبي صح؟ بالظبط. وايكندي مدير الإحياء التراثي النوبي. السلام عليكم، ازي أهلا حضرتك؟ وسهلا. ازي أنا عرفنا أحمد- بنفسك. أحمد رشدي. أهلا وسهلا. متطوع في وايكندي النهارده. مقرها الأساسي فين وايكندي؟ احنا مبادرة بين الإسكندرية والقاهرة. مبادرة. بنشتغل مع المجتمع النوبي وبنعرض الثقافة النوبية للمجتمع المصري ككل. ما شاء الله. النهارده بنعرض الأكلات النوبية. دي. حضرتك دي الإتر. اسمها إيه؟ إتر. آه الإتر ده قريبة أكلة- من الملوخية يعني ولا إيه؟ بالظبط، إلى حد ما قريبة جدا. يعني هو نبات عشبي دي ولا كلها- نبات عادي؟ خضرة، شبت، كزبرة، وبنخلطهم مع بعض ونسخنهم في ميه دافيه. يعني النبات الأساسي إيه اللي فيها؟ ده الشبت والكزبره. شبت وكزبرة. الخلطة الخلطة اللي هي المفروض بتتحط حتى في المحشي مثلا ولا حاجة، بتعملها عليها كأكل. بقى باميه ناشفه مطحونه، ودي عشان تدي النكهه ما شاء الله. المميزه للاكل. زي الويكا الصعيدي والحاجات دي بالظبط. قريبة منها قريبة بس فعلا. بالنكهات دي. بالظبط. وده العيش. ده العيش. وعرفت ان العيش دون من خلال لقائي برضك مع زميلتك، عرفت ان العيش دون في المناسبات غالبا لازم يبقى موجود، لكن ملوش محلات بتبيعه. لا، احنا المجتمع النوبي ما فيش عندنا محلات. احنا البيت النوبي هو اللي بيصنع كل شيء. ده زمان. مرتبطين. طب دلوقتي مع دلوقتي في انشغال. القرية. يعني احنا عندنا بقى الجمعيات النوبيه هي اللي بتقوم بدور. يعني مثلا النهارده لو عندنا حفل زفاف، بنجيب الشعريه دي بكميات كبيره. مجموعه سيدات بينشطوا مع بعض وبيتعاونوا يعملوا كميات كبيره من الشعريه. ده هنا. لكن في النوبة. في النوبه بقى لا، كل بيت الفرح بيخصص بيت ليه. الجيران والاهل بيبداوا يكونوا متواجدين بيتعاونوا على لسه لغايه دلوقتي الكلام ده طبعا. موجود. لسه، بس طبعا زمان كان بشكل مختلف غير النهارده. طبعا اكثر كل لان زمن انا ليه حلاوته زي ما بيقولوا. ما انا بتكلم عشان الانشغال اللي احنا موجودين فيه، والاسر المصريه ما بقتش فاضيه ان هي تعمل كده مع الظروف الاجتماعيه وكده اهو. ما شاء الله عليكم. ده دي الشعريه. الشعريه باللبن. شعريه باللبن. ايوه ما شاء الله. ودي الموقع بتاعكم ده الموقع. اشكرك جدا وبالتوفيق ان شاء الله. الله يخليك. طيب نبدا بقى نشوف البيت ذات نفسه. ادي اول حاجه قاعه، الباب بتاعها جرار. طبعا الجرار يعني ده حديث، واكيد الباب كان ليه شكل تاني. دي قاعة لأي فعاليات، أي مؤتمرات، أي فعالية ممكن تكون خاصة برضك بالمجتمع. طبعا البيوت حواليها، البيوت عادية جدا حواليها، هي
في قلب البيوت، وإن كانت هي طالعة من الشارع الرئيسي لسوق السلاح، يعني هي داخلة جوه بس في الشارع الرئيسي لسوق السلاح. ودي قاعة تانية اللي هي القاعة اللي بيتعرض فيها دلوقتي الفيلم اللي أنا أساسا كنت جاي عشان واكتشفت للصديق هشام عبد الحميد، واكتشفت بالصدفة العظمة اللي احنا فيه. الله، ده مصدر الفيلم. الحيطة اهي زي ما هي، ما اتعملش فيها حاجة خالص، زي ما هي، الطوب اللي مرصوص على بعضه، العمود القديم زي ما هو، الخشب، عرق الخشب الجامد اللي شايل من خلال المقرنصة. في هنا دولاب، انا ما اعرفش الدولاب ده ايه بالظبط. طيب قاعة تانية بيعنوا مضيفة، مكان يتضيفوا فيه. مشروع تأسيس مركز إحياء وتدريب للحرف. خلينا نشوفه. للحرف التقليدية بالقاهرة التاريخية. مبادرة من مؤسسة ماي البلس الخيرية بدعم من سفارة اليابان. شكرا. 2019 هنا ده لغاية 2022. دي كانت فعالية، يعني دي كانت فعالية أو مبادرة، لكن المكان موجود بيانو شغال، مكسور طبعا بس يعني اللي هو الغطا بتاعه، لكن هو شغال. استكمالا لي في محاولات جادة للموضوع. يعني المفاجأة اللي هنقولها بقى، اللي احنا اتكلمنا ان احنا عايزين نقول المفاجأة فيها، المفاجأة ان المكان دون خاص مش تبع الدولة. المكان دون دكتور ودكتورة هنعرفهم، او هبقى اسيب الذكر بتاعهم للأستاذة المسؤولة تقول لنا، تكلمنا عنه.